أسئلة كثيرة تدور في أذهان مهندسي البترول المعتصمين أمام مقر الوزارة بمدينة نصر حول عدم تمكنهم من شغل وظيفة بقطاع البترول حتى الآن. فهؤلاء الخريجين قضوا في دراستهم سنوات ليعملوا بمجال البترول لما يتميز به هذا القطاع من أجور مرتفعة تساعدهم على غلاء المعيشة، لكنهم منذ تخرجهم لم يستطيعوا الوصول إلى هذه الوظيفة. أنا خبرتي بسوق العمل عاطل بقالي سنتين. دلوقتي أنا واخد دورات تأهيلية بما يعادل 15,000 جنيه بعد التخرج. خلاص حصلت على رسالة الماجستير. عايزين نعمل دكتوراه، أعمل دكتوراه. كم ده هتعين؟ إحنا جايبين 99% في الثانوية العامة. معظم الناس دي كلها 99 و 98% في الثانوية العامة. واحنا اول ما لعبت الكوره واحنا قاعدين هنا لحد لما نتعين، مش هنتحرك. عايزيننا نولع في نفسنا، عايزيننا نبات نضرب على الطعام، احنا شفنا 4 سنين في الشارع. حضرتك لو احنا فتحنا الحوار الاختبارات يبقى احنا بنفتح للواسطه والمحسوبيه. حضرتك فاهمني؟ بس احنا وافقنا علشان خاطر احنا مش عايزين نعمل مشاكل، وبعد ما وافقنا لقينا ده تثبيت وكلام كده من غير اي حاجه. اعتصام هؤلاء المهندسين العاطلين كان بهدف الوصول الى وزير البترول وشرح معاناة المئات من خريجي هندسة البترول الذين لا يجدون فرصة تمكنهم من العمل بأحد شركات البترول أو الغاز الطبيعي، بينما يتم تعيين أصحاب الشهادات المتوسطة أو حتى الجامعية بعيدا عن هذا التخصص في مجال هؤلاء المعتصمين. 2004 قدمت هنا في الوزارة، وبعد كده قعدت سنتين من غير شغل، وفي الآخر اشتغلت عامل عشان أعرف أعيش. كاميرا الحياة اليوم حاولت معرفة موقف وزارة البترول تجاه مشكلة المهندسين المعتصمين، فلم تجد إلا أسبابا لطالما تكررت على مسامع المهندسين العاطلين مرات عديدة من قبل، ليبقى اعتصام أكثر من 100 مهندس بترول لا يعملون في تخصصاتهم بل ومنهم عاطلون ملفا مفتوحا أمام وزير البترول. أسامة سعيد، الحياة اليوم.